دي بقى أحلى طاسة ما ينفعش العيد يعدّي من غير ما نعملها، طاسة الحلويات أو أكلة الوحوش، أكلة كده للناس اللي بتحب الأكل الحرِش، بجد طعمها تحفة جدًا، ما ينفعش العيد يعدّي كده من غير ما نعملها على الصبح أو تغدّوا بيها بعد الفتّة، حاجة كده طعمها في حتّة تانية خالص، حلويات المدبح الخطيرة لكل عشاقها اجمعوا لي هنا، ويالّا صلّوا على الرسول ولايك وشير وتعالوا كده نسمّي الله، هاتي لي بقى أكبر طاسة أو أكبر صينية موجودة عندِك. وحطيها على النار وسيبيها لمّا تسخن، ننزل عليها بشوية كده من الزيت وشوية من اللي هي الضاني المقطّعة كده مكعبات، ودي سر الوصفة بتاعتنا، يعني اللي هي دي هي اللي هتاخد الصينية بتاعتنا في حتّة تانية خالص، وهتاكليها هتلاقي طعمها زي اللي بتتعمل في المحلات وأحلى كتير. هنشوّح اللي هي بتاعتنا وبعد كده هننزل عليها بالسجق، وأنا هنا مقطّعة السجق كده الصباع نُصّين لإن كان حجمه كبير، تقدري تسيبيه زي ما هو، وبعد ما هنشوّح السجق بتاعنا هنبتدي كده نركنه على جنب علشان ننزل باللي بعده، إيه هو اللي بعده؟ اللي بعده دي كفتة، كفتة أنا كنت عملتها معاكم قبل كده وتقدري تعمليها بكل سهولة، لحمة مفرومة ومعاها بصلاية كده مفرومة ناعم، ملح وفلفل و7 بهارات أو بهارات الكفتة، وابتديت إن أنا أعجنها وأعملها كِوَر صغيرة وهانزل بيها، وكمان ضِفت عليها بقدونس مفروم بيخلّي طعم الكفتة حلو جدًا، وبعد ما شوّحت الكفتة بالشكل ده نركنها برضه على جنب، وننزل ببصلاية كبيرة متقطّعة كده جوليان، البصل بيخلّي الصينية بتاعتنا تبقى مسكّرة، وبالذات لمّا يتكرمل بالطريقة ديّة، يعني إحنا هنكرمل البصل وهنركنه كده برضه على جنب علشان ننزل باللي بعده، كل حاجة بننزل بيها في الصينية بنشوّحها وبعد كده نركنها على جنب علشان ننزل باللي بعده، وهنركن البصل زي ما قُلت لكم ويالّا ننزل بالفشة والطحال والزور والسمين، وتقدري كمان تضيفي كبدة، تضيفي قلب، تضيفي كلاوي، كل اللي متاح عندِك تقدري تضيفيه في الصينية الخطيرة دي، وعشان كده بيسموها صينية الوحوش، لإن هي بتبقى مليانة حلويات يعني عايزة ناس كده أكّيلة. الفشة والطحال بتاعنا سلقناهم في مَيّة فيها بصلة وفيها ملح وفلفل ورق لورا وحبّهان، كبيبة صيني أو قرفة مسمار اللي موجودة عندِك، وكمان معلقة صغيرة من ال7 بهارات. هننزل بالفشة والطحال بعد ما غسلناهم كويس جدًا ونسيبهم يتسلقوا، ولمّا يتسلقوا يطلعوا في المصفى يتصفّوا، وبعد كده نقطّعهم شرايح بسكينة حامية بالشكل ده، ونشوّحهم زي شايفين شوّحناهم، يالّا بقى ننزل بالسجق الرُز بتاعنا أو الممبار اللي مسلوق وشوّحته على النار كده أو حمّرته نُص تحميرة، وهانزل كمان كده بقرنين فلفل spicy وتقدري تستغني عنه لو ما بتحبيش الspicy، بس ده كان فلفل مش spicy أوي يعني spicy بيبقى فيه كده فلفل حامي أوي وبيبقى فيه فلفل نُص حموّي، يعني بيبقى مزروع جنب الفلفل الرومي فما بيبقاش حامي أوي، تقدري تضيفي شطة، ضيفي اللي أنتِ عايزة تضيفيه أو تقدري تضيفي فلفل ألوان، فلفل رومي أخضر براحتِك خالص، ونبهّر بقى بملح وفلفل ورشة كده من الكزبرة، بس المقطع ده اتقطع، ورشة بقى من البقدونس المفروم، يا سلام! الريحة يا بنات جايبة آخر المنطقة، بجد الصينية دي يعني تحفة، يوم ما بتتعمل بيبقى كده يوم عيد، زي العيد كل سنة وأنتم طيبين. هنشوّح كل الكلام الخطير ده مع بعضه، ما بتاخدش معانا نُص ساعة وبتكون الصينية الرايقة دي كده جهزت، وطعمها بقى في حتّة تانية خالص، شايفين الكفتة مستوية وطعمها لذيذ جدًا. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وكومنتاتكم اللي بتسعدني وتفرحني، واوعوا تنسوا تقولوا لي بتتابعوني من أي دولة، وعيد سعيد عليكم واستنوني في فيديو جديد.